توكلوا على ربي برك يا خويا حضروا معنا. شد بالي بار كونتر رضوان هو الكور الهزيل تاع اللاعبين تاعنا كلها ما كانوش ياكلوا. اللاعبين تاعنا بعض اللاعبين والله يا رضوان غير ما ياكلوا الهزيل الكور هزاله تاع ما يسون با كيكون حتى نسمع احنا دي فوا نقولوا كيفاش اختاروا هاد اللاعبين لهذا علي باش هل الجانب المورفولوجي يلعب دور وكيف نقدروا نكونتريو اون ايكيب اللي تكون عندها من الناحيه البدنيه ومن الناحيه المورفولوجيه لانه هذوما مخلوقين هكذا ربي خلقهم هكذا والبيئه اللي راهم عايشين فيها هي اللي خلتهم يكونوا بهذه القوه البدنيه. ويا رايحه قال لك في الشعبي يقول لك اللي يخدم ينال فهمت. احنا ما راناش نخدموا ما راناش ننالوا بتاتر من القدام. انا ليا لازم يكون تغيير جذري هكذا يقولوا جذري. نعم يا اخي من وقتاش المغرب خير منا سي علي خير من شو نحن والكبار سي علي المغرب خير منح ويزينا من الاناء العليا هذيا وهالنرجسيه اللي عملناها لرواحنا وهالجنون العظمه اللي عايشين فيه. قعدنا عايشين بالماضي ونغنيو الاطلال ده كان زمان يا سي علي. توا المغرب اما يؤسفني نقول لك انه المغرب هربت بينا في كل شيء سواء في الفنون في المهرجانات في الكوره في السياحه فيش باش نزيد نسمي لك. فلذلك يزينا في نحن شكون خير منا وشكونهم هذوكم نعيشوا على ارض الواقع. نحن نعيشوا في فضيحه كبيره. رانيا والله ما عادش نجم نسكت. اليوم حسيت بالحسرة على تونس وعلى الجزائر في نفس الوقت. شفنا المغرب كيفاش قاتل كيفاش آمن بروحه وكيفاش وصل لربع نهائي كأس العالم بعد الفوز على كندا. بصراحة يستحق وألف مبروك ليهم. أما إحنا كل مرة نفس الحكاية، برشا كلام قبل البطولة وبرشا وعود وفي الأخير نرجعوا بكري للديار. الجمهور تعب والله تعب من نفس الأخطاء ونفس التبريرات. أنا اليوم فرحت للمغرب خاطر رفع راس الكرة المغاربية والعربية وبرهن اللي بالإرادة والانضباط تنجم توصل بعيد مهما كان المنافس. أما تونس والجزائر لازمنا نوقفوا مع رواحنا وقفة صريحة. ما عادش ينفع نلوموا الحكام ولا الحظ ولا أي حد. المشكلة لازم تتصلح من الداخل، من التخطيط، من التكوين ومن المسؤولين. اليوم المغاربة يحتفلوا في الشوارع وهذا حقهم لأنهم تعبوا ووصلوا بجدارة. وأنا من تونس ننقلهم مبروك من القلب وإن شاء الله تواصلوا المشوار وتفرحوا كل العرب. أما إحنا لازم نتعلموا من هذا الدرس. خاطر الكرة ما تعترفش كان بالخدمة والاجتهاد موش بالكلام. أيها السادة، ليلة أخرى يكتب فيها المنتخب المغربي صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم بعدما نجح في حسم مواجهة كندا وبلغ ربع نهائي كأس العالم في إنجاز جديد يؤكد أن ما يقدمه أسود الأطلس لم يعد مجرد مفاجأة عابرة، بل أصبح مشروعا رياضيا متكاملا يفرض نفسه أمام كبار المنتخبات. منذ صافرة البداية ظهر المنتخب المغربي بثقة كبيرة وانضباط تكتيكي واضح وروح قتالية عالية. اللاعبون دخلوا المباراة بعقلية الفريق الذي يؤمن بقدرته على الذهاب بعيدا في البطولة، فكانوا أكثر تركيزا وأكثر تنظيما حتى جاءت اللحظة التي حسمت المواجهة ومنحت الجماهير المغربية فرحة تاريخية جديدة. ومع إطلاق صافرة النهاية انفجرت الاحتفالات في مختلف المدن المغربية، بينما امتلأت منصات التواصل الاجتماعي برسائل التهاني والإشادة بما يقدمه هذا المنتخب الذي يواصل رفع سقف الطموحات مباراة بعد أخرى. وفي المقابل كانت وسائل الإعلام